قلب الحدث تقدم لكم حوارا مع الفائزين بشخصية المثالي. دعوني بداية أتوجه بالتحية والتقدير لمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بفندق شيراتون القاهرة بكل رجالها الموقرين. أعزائي موظفي فندق شيراتون القاهرة المحترمون، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الاثنين الموافق 18/1/2016 نجري حوارا لمجلة قلب الحدث الإعلامية مع السيد الأستاذ علاء الدين أمين يوسف، ويعمل بإدارة الحفلات بفندق شيراتون القاهرة، وقد تبوأ فاز بالمركز الأول على مستوى المسابقة الشخصية المثالية يوليو 2013. والأستاذ خالد علي حماد من إدارة الأغذية والمشروبات قسم الياباني وعدة أقسام أخرى عمل بها، وقد تبوأ وفاز بالمركز الأول على مستوى المسابقة الشخصية المثالية عن عام 2009. والسيد الأستاذ أحمد محمد ندى محمد من قسم العيادة الطبية، وقد تبوأ وفاز بالمركز الأول على مستوى المسابقة الشخصية المثالية عن 2015 مناصفة مع أستاذة إلهام عبد العزيز من قسم العيادة الطبية أيضا هذا العام. بداية دعوني أرحب بحضراتكم وأهنئكم بثقة زملائكم ولجنة التحكيم الموقرة بكم ومنحكم هذا الشرف. أستاذ علاء، ألف مبروك فوزك، وكلمة توجهها لمجلة قلب الحدث الإعلامية المشرفة على المسابقة ودورها التنويري والإعلامي، ماذا تقول لها ولرئاسة تحريرها وما تقييمك لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الإخوة الزملاء طبعا القائمين على هذا العمل الجميل، وفكرتونا بالأيام الزمن الجميل، أيام ما كان في مجلة شيراتون زمان في السبعينات والثمانينات. رجعنا للعصر دوت تاني إن احنا بنتابع أخبار بعضينا ونتواصل مع الزملاء السابقين والحاليين الذين ما زالوا يعملوا في فندق شيراتون رغم الأحداث اللي احنا فيها. الحمد لله في تواصل بقيادة الإخوة الزملاء القائمين على الرعاية والإدارة بمجلة قلب الحدث. كلمة توجهها لنقابة العاملين بفندق شيراتون القاهرة. عايز اجابات مختصرة. اقول لهم ان ربنا يوفقكم في اللي انتم بتعملوه، وبصراحه يعني في جهد ملموس من رئيس النقابه والسيد المساعد والاخوه الزملاء، ونتمنى ان يتبدل مجهوداتهم بالوفاق لرجوع وعوده حق العمال في الفتره السابقه. أستاذ خالد، ألف مبروك فوزك، وكلمة توجهها لمجلة قلب الحدث الإعلامية المشرفة على المسابقة ودورها التنويري والإعلامي، ماذا تقول لها ولرئاسة تحريرها وما تقييمك لها؟ وكلمة أيضا توجهها لنقابة فندق شيراتون القاهرة الموقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا بنشكر كل المجلة وكل القائمين عليها، وعلى رأسهم أستاذ كامل هابيل في دورها التنويري للصف كله بتاع شيراتون، والتجمعات بتاعته كانت مرئية، ولا زي ما نقول السوشيال ميديا بتاعتنا اللي انتوا عاملينها حاجة جميلة قوي على الانترنت بتاعنا، بنتواصل وبنعرف اخبار بعضينا، وبنشكر قلب الحدث على هذا المجهود. يعني كلمة توجهها لنقابة فندق شيراتون القاهرة. كلنا نقدر نقول لهم ان ربنا يوفقهم في ان هي تشوف مشاكل الناس وتحل مشاكل الناس، وربنا يقويهم علينا، واحنا ربنا يقويهم على اللقان ده. يعني أستاذ أحمد، ألف مبروك فوزك مناصفة بشخصية عام 2015 مع الأستاذة إلهام. كلمة توجهها لمجلة قلب الحدث الإعلامية، ماذا تقول لها ورئاسة تحريرها وما تقييمك لها؟ وكلمة أيضا توجهها لنقابة فندق شيراتون القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مجلة قلب الحدث مجلة قيمة مفيدة، لها كل الاحترام والتقدير على ما تقدمه لنا من معلومات، والمسابقات اللي بتتم من خلالها برضه جميلة. وبنشكر طبعا كل القائمين عليها، على رأسهم طبعا سيادتك الأستاذ كامل هابيل رئيس تحريرها، وتداول المعلومات بين الموظفين بيبقى من خلالها شيء جميل جدا، بيعطينا شيء كلمة من توجهها الشعور لنقابة الجميل. العاملين بفندق شيراتون القاهرة. ربنا بالتوفيق، ربنا يوفقهم في كل ما هو خير لهم ولنا. أستاذ علاء، كلمة توجهها لجنة التحكيم الموقرة والتي أنجزت مهمتها بكل حيادية وشفافية ونزاهة، والتي كانت مكونة من السيد الأستاذ أحمد محمد ندى قسم العيادة الطبية بصفته عن نفسه، السيد الأستاذة إلهام عبد العزيز قسم العيادة الطبية بصفتها عن نفسها، السيد الأستاذة هويدا منير قسم روم سيرفيس، السيد الأستاذ محمد عبد المعطي قسم الحسابات، السيد الأستاذ أحمد ممدوح قسم المغسلة، السيد الأستاذ محمد عبد المنعم قسم الحسابات، السيد الأستاذ شحاتة كمال قسم النادي الصحي، السيد الأستاذ علاء الدين أمين عن نفسه قسم الحفلات، السيد الأستاذ خالد علي حماد عن نفسه الأغذية والمشروبات، السيد الأستاذ بهاء سابق الحسابات قسم التسليم والتسلم، السيد الأستاذ منصور محمد قسم كافيتيريا العاملين، السيد الأستاذ أشرف نعيم الفنان، السيد الأستاذ محمود عبد الله قسم الإشراف الداخلي، السيد الأستاذ محمود عز قسم الموارد البشرية، السيد الأستاذ محمود مختار قسم روم سيرفيس، السيد الأستاذ مجدي محمد امبابي قسم الاستعلامات بيلمن، السيد الأستاذ عادل أمين قسم المطبخ، السيد الأستاذ بلال شعبان قسم الهندسة، السيد الأستاذ حسن عبد الهادي قسم الكوفي شوب، السيد الأستاذ سيد حمدي قسم الأمن الصناعي،
سيد الأستاذة صباح أحمد علي قسم الكازينو، سيد الأستاذ محمد بشير قسم البلمن، سيد الأستاذ نادي يقايم قسم الكازينو، سيد الأستاذ خالد زكير قسم المطبخ، سيد الأستاذ صالح محمد صالح موارد البشرية، سيد الأستاذ جمال الدين بدر الدين قسم المكاتب الأمنية، سيد الأستاذ ناصر محمد قسم الإشراف الداخلي، سيد الأستاذ مارك مجدي قسم المطبخ، وكثيرين في لجان التحكيم. كلمة توجهها لجان التحكيم اللي شرفت باختيار سيادتك مقتطبة. نشكرهم على هذا الاختيار طبعا، ومزيد من التقدم والازدهار في الفترة القادمة مع الافتتاح الجديد ان شاء الله، وربنا يوفق الجميع. أستاذ خالد، كلمة توجهها للجنة التحكيم اللي شرفت باختيارك وشرفت باختيارها. اقول لهم الف شكر ليكم جميعا، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم في السنين اللي جايه ان شاء الله. أستاذ أحمد، كلمة توجهها للجنة التحكيم اللي شرفت باختيارك. شكر والف شكر لهم جميعا، ناس محترمه ناس كويسه، وان شاء الله بامر الله نردها لهم في افضل واحسن ان شاء الله. أستاذ علاء، لمن تهدي الجائزة وماذا تمثل وتعني لك رغم بساطتها؟ أهدي الجائزة لكل الزملاء طبعا في الفندق اللي قدروا يتحملوا الفترة السابقة، فمزيد من الصبر طبعا لحين الافتتاح إن شاء الله، وربنا يوفق الجميع. أستاذ خالد، لمن تهدي الجائزة وماذا تمثل وتعني لك رغم بساطتها؟ دي لكل مدير اشتغلنا معاه، كل واحد اتعلمنا منه حاجه في الفندق، والف شكر للقامه كلها. والسيده ام احمد. أستاذ أحمد، لمن تهدي الجائزة وماذا تمثل وتعني لك رغم بساطتها؟ رغم بساطتها بس قيمتها عندي كبيره جدا، قيمه الجائزه كبيره جدا نظرا لشعور الزملاء تجاهنا وتجاهي بالاخص. لمن تهدي الجائزة؟ لمن تهدي الجائزة؟ بدايه الاداره، نقابه، عماله، زماله، لكل احبابي في الدنيا. أستاذ علاء، ما هي تمنياتك للعام الحالي؟ وكلمنا عن أسرتك وأولادك ودراستهم وعملهم إن كانوا يعملون لنعرف مجتمع الفندق بهم. ما هي تمنياتك؟ أنا الحمد لله أتمنى إن بنتي في ثالثة جامعة السنة دي، وابني في ثانوية عامة أحمد. ربنا ياخد بيده طبعا، أنتوا عارفين ولاد أشقياء شوية، فأدعو من الله ودعواتكم ليا إن ربنا يوفقهم. حضرتك عرف مجتمع ابني أحمد ثانوية عامة اسمه أحمد، وبنتي اسمها هدير. بتدرس فيها هدير؟ هدير في ألسن قسم إنجليش صيني. ربنا يبارك لك فيهم. أستاذ خالد، ما تمنياتك للعام الحالي؟ وكلمنا عن أسرتك وأولادك ودراستهم وعملهم إن كانوا يعملون لنعرف مجتمع الفندق بهم أيضا. الحمد لله، اتمنى الخير للبلد كلها، والفندق يكون في احسن حال، لان هيعم علينا وهيعم على اسرنا كلنا يعني. وانا عندي الحمد لله، عندي ساره خلصت اداب القاهره وشغاله في القريه الذكيه تبع رئاسه الوزراء دلوقتي، واحمد بكالوريوس السنه دي بيمتحن، وهو بيعمل مشروع التخرج بتاعه، ربنا يسهل. وعندي بقى سلمى كوكي دي البونبونيه بتاعتنا كلنا في ثانيه اعدادي، ربنا يبارك لي فيهم كلهم يا رب. امين يا رب العالمين. استاذ احمد، ما تمنياتك للعام الحالي؟ وكلمنا عن اسرتك واولادك ودراستهم وعملهم ان كانوا يعملون لنعرف مجتمع الفندق بهم ايضا. ربنا يخليك، اتمنى في المستقبل ان شاء الله باهر وكويس، ويعني لكل لاهل البلد. اولادي بالاطفال الحمد لله، عندي فرح الكبيره في 5 ابتدائي، وكريم في 3، واروى دي لسه صغيره سنتين، السكره بتاعتي ان شاء الله. ربنا يبارك فيهم ويخليهم. استاذ علاء، تكريما وتخليدا لموظفي فندق شيراتون القاهره السابقين والراحلين، اذكر 2 من موظفي الفندق سواء راحلين او سابقين لنذكر مجتمع الفندق بهم، وادعو لهم بالسلامه وطول العمر، او ادعو لهم بالرحمه. اولا ادعو بالرحمه للزميل الصديق نجيب عبد الفتاح، الحاج نجيب الله يرحمه. كان عشرة عمره، كان سبب من اسباب استمراري في العمل هنا هوت يعني في بدايه الامر. والصديق الثاني الله يرحمه الزميل عز عبد المعبود. استاذ خالد، تكريما وتخليدا لموظفي فندق شيراتون القاهره السابقين والراحلين، اذكر 2 من موظفي الفندق سواء راحلين او سابقين لنذكر مجتمع الفندق بهم. انا افتكر ياسين الله يرحمه وندعو ليه بالرحمه وربنا يغفر له. ياسين عبد القادر طبعا كان شغال معانا في روم سيرفيس، والاخ ماهر حسين معانا كان معانا برضه في روم سيرفيس، ربنا يديله الصحه والشفاء عشان هو دلوقتي تعبان يعني بيمر بازمه كده. استاذ احمد، تكريما وتخليدا لموظفي فندق شيراتون القاهره السابقين والراحلين، اذكر 2 من موظفي الفندق سواء راحلين او سابقين لنذكر مجتمع الفندق بهم ايضا. بدايه رحمه الله عليهم الاستاذ محمد حميده رحمه الله عليه من قسم الاشراف الداخلي، والاستاذ مصطفى علي رحمه الله عليه من قسم الاغذيه والمشروبات. استاذ علاء، علق بالصواب او بالخطأ على الحكم والاقوال المأثوره الاتيه. الحكمة من الطواف بعكس اتجاه عقارب الساعة. نحن كمسلمين نطوف بعكس اتجاه عقارب الساعة، مع اننا في كل عباداتنا وفي كل امورنا نبدأ باليمين،
ووجد العلم الحديث انه في حالة الطواف عكس اتجاه عقارب الساعة فان القلب يكون قريبا من الكعبة والدم يبدأ دورته عكس اتجاه عقارب الساعة، كما ان الشمس تدور في مجرتها عكس اتجاه عقارب الساعة، والمجرات تدور عكس عقارب الساعة، والقمر ايضا يدور حول الارض عكس عقارب الساعة، ونحن ايضا ندور حول الكعبة بعكس عقارب الساعة، اي اننا نتوحد مع الكون كله في تسبيح الله تبارك وتعالى. صحيح. صحيح. أستاذ علاء، هناك من يتذمر لأن الورد للورد شوقا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوق ورد. صحيح. أستاذ علاء، التصفيق هو الوسيلة الوحيدة التي نستطيع أن نقاطع بها أي متحدث دون أن نثير غضبه. صحيح. صحيح. أستاذ خالد، علق بالصواب أو بالخطأ على الحكم والأقوال المأثورة الآتية: العقل القوي دائم الأمل، ولديه أيضا ما يبعث على الأمل. اكيد طبعا صحيح. أستاذ خالد، احب أباك إذا كان منصفا، وإذا لم يكن كذلك فتحمله. صحيح. أستاذ خالد، إذا كان سقوطك كان عظيما لكن لعل فيه خير لك. اكيد صحيح طبعا. أستاذ أحمد، علق بالصواب أو بالخطأ على الحكم والأقوال المأثورة الآتية: الثقافة هي ما يبقى بعد أن تنسى كل ما تعلمته في المدارس. صحيح والف صحيح. أستاذ أحمد، الإنسان الذي لم يخطئ لم يجرب شيئا في حياته جديد. صحيح. أستاذ أحمد، ما يهمني أكثر من الماضي هو المستقبل، حيث إني أنوي أعيش فيه. ان شاء الله صحيح. وفي نهاية الحوار أتوجه لحضراتكم بخالص التهنئة والتبريكات، ونتمنى كل الخير والتقدم لفندق شرطة القاهرة العظيم إدارة ونقابة وموظفين، وأتمنى الفوز لكل موظفي الفندق في الشهور القادمة، وكل التحية لموظفي الفندق الشرفاء الحاليين والسابقين، ورحمة الله على الراحلين. وأؤكد لكم أن كل حقوقكم ومكتسباتكم محفوظة ومصانة، ولن يستطيع أحد أيا كان أن يتعرض لها بالسلب، بل أؤكد لحضراتكم جميعا أن مع الافتتاح للفندق ستحل كل الأمور المعلقة بالهدوء والعقل والتريث والاحترام، وعاش الحق ويحيى الشرفاء. وحكمة نقولها في نهاية الحوار: مشكلتنا الكبرى هي مثالية الوسيلة وغموض الغايات. مع خالص تحياتي وتقديري، نقابة فندق شرطة القاهرة، وكامل هبيل رئيس تحرير قلب الحدث الإعلامي.